لو جربتي تعمليها بالطريقه دي مش هتبطلي تعمليها الا بيها. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وتعالوا نشوف بقى عملناها ازاي. طعمها تحفه تستاهل بقك. نسمي الله ونبتدي بقى. معايا هنا حوالي نص كيلو من الكبد والقوانص، غسلتهم كويس وحاولت على قد ما اقدر اشيل التجمعات الدمويه اللي بتكون في الكبده وكمان القلب، واي دهون وزوايد في القونصه شلتها عشان التجمعات الدمويه والدهون الزياده اللي بتكون في الكبد والقوانص بتعمل زفاره جامده. والقلب كمان لو هتضيفيه معاهم يبقى لازم تشقيه نصين كده وتطلعي التجمعات الدمويه اللي بتكون فيه لانها بتعمل زفاره. غسلتهم تحت الحنفيه. وبلاش يا جماعه تغسلوا الكبد والقوانص بالخل، علشان لو ضفتي عليها الخل هيفتت الكبده وهيخليها مش باينه معاكي في الاكل. احنا عايزينها متماسكه معانا كده وظاهره وما تبقاش مهريه او متفرتكه. وجبت بقى صديقي الصدوق اللي ما اقدرش استغنى عنه في المطبخ، المقص، وقصيت بيه الكبد والقوانص لان هما كانوا طازه مش مجمدين. طبعا المقص بيسهل عليا كتير التقطيع، بعكس بقى لو قطعتيهم على البلانشه بتلاقي الكبده اتهرت معاكي في ايدك كده وانتي بتقطعيها. اعتمديها بقى هترتاحي لما تجربيها. قطعت بقى الكميه اللي محتاجاها. ومعايا هنا حوالي معلقتين كبار من الثوم المفروم، ضفت عليهم حوالي نص معلقه صغيره كده من الملح، وكمان ضفت عليهم رشه فلفل اسود ورشه كمون ورشه كزبره، وكمان ضفت عليهم عصير نص ليمونه. قطعت عليهم كمان قرن فلفل حامي، وده بقى اختياري، لو حبابه يا ريت تحطي فلفل رومي. قلبت بقى ده كله كده مع بعضه كويس وضفتهم بقى على الكبد والقوانص. هقلب بقى كده كله مع بعضه وهسيبهم بقى في الخلطه او التتبيله دي حوالي نص ساعه. وفي طاسه بقى على النار هحط معلقه كبيره كده من السمنه او زيت او زبده اي ماده دهنيه عندك. هنزل بقى ببصلايه مقطعاها صغير، هسيبها بس على النار دقيقتين 3 كده تدبل شويه. وطبعا ما ننساش رشه الملح اللي على البصله، مش هنسيب البصله لحد ما لونها يحمر ويغمق معانا، لا خالص، يعني مجرد بس ما هي تدبل معانا شويه هنبدا ننزل بقى بالكبد والقوانص بتاعتنا. وطبعا كل ده على نار عاليه. الكبد والقوانص من الحاجات السهله اللي ما بتاخدش وقت كتير في التسويه. لو عندك فلفل رومي او فلفل الوان تقدري تضيفي عليها. هنضيف بقى التوابل بتاعتنا، كزبره، كمون، فلفل اسود، ورشه بسيطه خالص من الجنزبيل والقرفه، ورق لورا مطحون، وكمان بابريكا. اقلب بقى التوابل الحلوه دي مع بعض. بعد ما خدت تشويحه حلوه مع التوابل هنزل بقى بطماطميه مقطعاها صغير ودقيقتين 3 وهنطفي عليها النار، وبكده تكون جاهزه معانا. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ تستاهل بقك يا قمر. طبعا انا عارفه ان في ناس كتيره مش بتضيف لها طماطم ولا بصل وبتشوحها بس بالثوم والتوابل، بس الطريقه دي بجد لو جربتيها هتعجبك جدا. وبالف هنا لو جربتوها وعجبتكم. اكتبوا لي بقى تعليق حلو هيفرحني وهيسعدني جدا، وهرد على كل تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعني وبتفرحني. حابين بقى تاكلوها بالعيش والطحينه تنفع، حابين بقى تعملوا جنبها رز ابيض تحفه جدا، ولو حابين برضو تعملوا جنبها شويه مكرونه سباكيتي تبقى جميله جدا برضو. اشوفكم بقى على خير في الفيديوهات الجديده اللي جايه. سلام عليكم.